مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أفكار أونلاين. صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدأ يبعت الرسائل دي للناس اللي كانت مقدمة في مشروع سكن لكل المصريين 5. وبيقول النص، نقرأ الرسالة عشان نفسرها. بيقول: طلبكم بإعلان المبادرة الرئاسية اللي هي سكن لكل المصريين 5 منطبق مبدئيا لشروط التقديم، علما أنه سيتم تحديد الأولويات بمنية الحجز التي تقدمتم عليها بعد الانتهاء من دراسة كافة تظلمات العملاء غير المنطبق عليهم الشروط والبدء في التعامل على المشروع. يعني الرسالة دي كده اتبعتت للناس أو بتقول لصاحبها يعني إن أنت منطبق عليك الشروط بتاعة التقديم، يعني الشروط اللي كانت في الكراسة متحققة في طلبك، ويعني فيما معناه إن ورقك سليم، وإنه سيتم تحديد الأولويات بمنية الحجز التي تقدمتم عليها. يعني هتبتدي تاخد إجراءات تحديد الأولويات طبعا بعد ما ننتهي من دراسة تظلمات العملاء اللي ما انطبقش عليهم الشروط. يعني معنى كده إن في ناس ما انطبقش عليها الشروط، يعني دي كده الرسالة اللي اتبعتت للناس المنطبق عليها الشروط. طيب تعال نشوف الرسالة اللي اتبعتت للناس اللي ما انطبقش عليها الشروط. مثلا الرسالة دي كده اتبعتت للناس اللي ما انطبقش عليها الشروط. بص هنا بيقول له ايه، بيقول له: تم مراجعة طلبكم بإعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5 وتبين عدم انطباقه لشروط التقديم نتيجة. طبعا هنا نتيجة يعني الراجل ده هنا عنده مشكلة في موضوع العداد، وإن العداد مش متسجل باسمه والكلام ده. تمام. طبعا هو الأسباب بتختلف، تمام، بس احنا يعني مش مهم عندنا ايه السبب دلوقتي، لكن يعني فيما معناه ان هنا ما انطبقش عليه الشروط. دي رسالة اللي هي مبعوثة له، وبيقول له: لو انت عايز تتظلم تعال نشوف كده هنا، لو انت عايز تتظلم تعمل ايه. بص كده بيقول لك هنا اهي، احنا لو جينا هنا من اول لمعرفة التفاصيل اهي، مثلا ده كله خلاص اوكي، من اول هنا لمعرفة التفاصيل. تمام. بيقول لك لمعرفة التفاصيل يمكنكم الدخول على، وكاتب له اللينك بتاع الموقع، او رسالة نصية برقمكم القومي على اللي هو 9311 مقابل رسوم 3 جنيه للرسالة. وللتظلم يمكنكم الدخول على، وبرضه جايب لك الموقع. تمام. وبرضه جايب لك اللينك بتاع الموقع اللي هتخش عليه، لتقديم مستند من الجهة المختصة المصدرة للعداد المرافق المسجل باسم صاحب الطلب أو الشريك، يوضح صفة التعاقد مع الجهة، طبعا إيجار قديم ولا إيجار جديد ولا تمليك. وده طبعا معناه إن هنا يعني في مدة محددة كده، هي برضه هنا محددها له. بيقول له: وذلك خلال فترة من 23/3/2025 لغاية 24/4/2025، ولن يلتفت لأي تظلم يرد بعد هذا التاريخ. طبعا هو هنا غلطان في التاريخ، ما علينا، مش هتفرق كتير. تمام. يبقى الرسائل دي اللي هي سواء اتقبلت او اترفضت هتوصل لك لغايه يوم 23/3. تمام. يعني الرسائل دي هتفضل تتبعت لك لغايه يوم 23/3. طيب لو انا ما جاتنيش الرساله اعمل ايه؟ يا اما تخش على موقع الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يا اما بتبعت رساله بالرقم القومي اهي على الرقم ده اهو اللي هو 9311. تمام. نحدده تاني اهو، ده الرقم ده 9311، وتبعت فيها رقمكم القومي زي ما هو قايل لك كده. تمام. وبتخصم طبعا 3 جنيه زي ما انت شايف. طيب وممكن برضو تدخل على الموقع بتاع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتشوف المشكلة عندك فين. تمام. تعال نشوف كده، تعال نخش كده على الموقع ونشوف. ماشي، بنخش على الموقع كده. بعد ما بيفتح معانا موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بنروح هنا عند نتائج الفرز والتظلمات اللي هي دي. تمام. بنروح لها كده، بنلاقي انه بيفتح لي هنا. بص كده بيقول لي نظام نتائج فرز الاعلانات. تمام. فبيقول لي هنا انا عندي هنا الرقم القومي، فبنعمل كونتينيو اللي هي دي. ماشي، بندوس عليها. هنا بتجيني صفحة زي دي كده،
وبيقول لي هنا الرقم القومي، وبيجيب لي الاسم والرقم القومي، وبيقول لي بعد كده ده الإعلان اللي هو سكن لكل المصريين 5 وجاهز للتسليم ومنخفض الدخل، والمساحة 90 متر وأنت مقدم ب30,000 جنيه. والنتيجة هنا بص كده اهي، عند النتيجة هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي منطبق، والعميل منطبق مبدئيا لشروط التقديم. تمام؟ ده بالنسبة للموقع. تمام كده؟ يبقى احنا عندنا طريقتين، يا اما نبعت رسالة لل 9311، يا اما بنخش على الموقع بالرقم القومي زي كده وبنشوف النتيجة بتاعتنا من خلال الموقع. تمام؟ طيب لو في مشكلة هتلاقي ان هنا النتيجة مثلا غير منطبق، وهيقول لك ان في السبب كذا، او يعني هيقول لك اي حاجة اللي هي السبب. ساعتها بقى هتعمل تظلم من جديد وتمشي في الموضوع. تمام؟ لغاية هنا الفيديو بتاعنا يكون انتهى. حبينا بس نوضح الرسائل اللي وصلت للناس، والناس كان مفهومها ايه وايه المغزى منها. تمام؟ اشوفكم فيديوهات تانية جديدة. يلا بقى، سلام.